السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معاكم احمد علاء واهلا بكم في فيديو النهارده. الفيديو ده هيكون عن الترانسفورم افكت والكي فريمز. هنشرح الكونسبتس واستخداماتهم وكمان نعمل بيهم فيديو. اول حاجه تعالوا نعرف هو ايه ترانسفورم افكت. هو بكل بساطه افكت لامم كل حاجه لها علاقه بالحركه في مكان واحد، زي السكيل والبوزيشن والروتيشن، وكمان نقدر نعمل بيه موشن بلور. طيب ليه نستخدم الترانسفورم افكت بدل الافكتس العاديه اللي بتيجي مع الفيديو؟ الترانسفورم بيوفر لك مرونه في التحكم لان هو مجمع لك كل الضوابط في مكان واحد زي ما ذكرنا من شويه، وفي نفس الوقت بيوفر لك دقه في التحكم لان انت بتدخل قيم عدديه، فتقدر انك تدخل قياسات محدده في اي بروبرتي موجوده عندك. الترانسفورم بيوفر لك التحكم الكامل على الفيديو المعروض، حاجات زي اللي ذكرناها من شويه تقدر انك تعدل فيها بكل حريه. في الفيديو اللي فات كنت استخدمت الترانسفورم افكت في الفاينل اديت، كنت عملت بيه حركه الزوم اللي شفتوها. تعالوا نشوف نقدر نعمل الحركه دي ازاي. بس قبل ما نشوف الافكت في حاجه لازم نعرفها، وهي الكي فريمز. ايه هي الكي فريمز؟ بكل بساطه هي نقاط على التايم لاين بتحدد لها القيمه المطلوبه في وقت معين. طيب نقدر نعمل ايه في حاجه زي كده؟ نقدر ان احنا مثلا نقفل الفيديو على شاشه سوداء من غير ما نحط ترانزيشن. طيب نقدر نعمل كده ازاي؟ هتروح عند اخر الفيديو تحط كي فريم للاوباسيتي وهي بصفر، وبعد كده ترجع 5 فريمات وتحط كي فريم للاوباسيتي وهي ب 100. ولما تيجي تشغل الفيديو هتلاقي ان هو بيقل تدريجيا لحد ما بيختفي. حاجه تانية ان احنا نقدر نحرك اليمنت من مكان لمكان على الشاشه. هتروح عند اول بوزيشن وتحط كي فريم، وبعد كده تطلع شويه فريمات قدام وتحط كي فريم عند البوزيشن التاني. ولما تيجي تشغل الفيديو هتلاقي ان الاليمنت بيتحرك. وبكده نكون خدنا فكره عن الترانسفورم افكت والكي فريمز. تعالوا بقى نروح على بريمير ونطبق الكلام ده عملي. تمام يا شباب، تعالوا نشرح الكي فريمز الاول. فاحنا دلوقتي نفترض ان احنا عايزين نعمل انيميشن على الدائره دي. طب هنعمل كده ازاي؟ زي ما قلنا هنروح عند البوزيشن ونروح عند علامه الستوب واتش وندوس عليها كده، هو عمل لنا كي فريم. تمام، هنطلع قدام شويه في التايم لاين وندوس على العلامه دي عشان نضيف كي فريم تاني، ونبدا ان احنا مثلا نحرك الدايره لتحت كده. فبالتالي لما نيجي نتفرج على البريفيو عندنا هتلاقي ان هو عامل كده. فاحنا كده ضفنا انيميشن بكل بساطه. يعني احنا عندنا القيمه دي واخده البوزيشن بتاع الدايره وهي تحت، والقيمه الاولانيه واخده البوزيشن بتاع الدايره وهي في نص الشاشه. فالموضوع بسيط جدا ان احنا نعمله. ومثلا لو عايز تضيف انيميشن تاني على السكيل هتدوس على نفس علامه الستوب واتش وتطلع قدام شويه وتخلي مثلا السكيل اكبر شويه، فبالتالي الفيديو بقى عامل كده. فالكي فريمز بس محتاج انك تفهمها كويس وهتقدر انك تعمل بيها حاجات كتير. تمام، دلوقتي بقى نيجي للفيديو بتاعنا. دلوقتي نيجي لافكت ترانسفورم. انا عدلت على الفيديو ده، حطيت الكروب والكلر كوريكشن اللي كنا اتعلمناهم من المره اللي فاتت. انا هجيب ادجستمنت لير واحطه على الفيديو اللي انا هشتغل عليه. هنخلي الادجستمنت لير ده طوله 10 فريمات بس، فندوس شيفت والسهم اليمين مرتين، 1 2، وبعد كده هنقص الحته اللي احنا مش عايزينها ونمسحها. وبعد كده نروح نجيب افكت ترانسفورم من الافكتس بانل، نكتب ترانسفورم. تمام، نسحبه ونحطه على الادجستمنت لير. احنا طبعا دلوقتي واقفين في نص الادجستمنت لير، فهندوس عند علامه الستوب واتش اللي عند السكيل ونخليه ب 120، ونخلي الشاتر انجل عشان نضيف الموشن بلور ب 180. تمام، بس الشاتر انجل مش هنعمل فيه حاجه، احنا بس هنغير الفاليو. هنروح عند اول الادجستمنت لير وندوس على السهم ده عشان نعمل ريسيت للبارامتر، او ممكن برضه تكتب 100 هنا مفيش مشكله. وبعد كده نروح عند الاخر وبرضه ندوس على نفس السهم عشان نخلي الانيميشن بتاعنا سلس اكتر. فهندوس على اول كي فريم وندوس شيفت وندوس على اخر كي فريم، رايت كليك ايز ان. دلوقتي احنا كده طبقنا الزوم افكت. انا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا اعمل سينك مع الميوزك، اللي هي بكل بساطه فكره المزامنه، وانا هشرحها لكم باذن الله في الفيديو اللي جاي، فانا هعملها دلوقتي سريعا. تمام، دلوقتي احنا كده خلصنا الاديت. تعالوا نشوف الفاينل اوتبوت عامل ازاي. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتقولوا لي ارائكم في الكومنتس، والسلام عليكم.